اتصدمنا كلنا بخبر وفاة الفنانة شيرين الطحان. الفترة الأخيرة انتشر خبر إنها مريضة وإنها بتصارع مرض السرطان. الفنانة شيرين الطحان صاحبة الوش الجميل والعيون الجميلة رحلت في هدوء شبه شخصيتها الهادية. كانت من الفنانات اللي ما تسمعش عنها حاجة، كانت بتشتغل في هدوء وعايشة في هدوء. حتى لما اتصابت بالسرطان ما أعلنتش عن مرضها، فضلت تقاوم في مرض السرطان لسنين طويلة وتعايشت مع المرض لغاية ما دخلت المستشفى من شهر تقريبا، بعد ما تعرضت لوعكة صحية شديدة جدا أدت لنقلها المستشفى لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة. شيرين الطحان ذهبت للمستشفى بسبب تداعيات المرض واللي تسببت في مشاكل في القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت الحالة اتدهورت. حالتها الصحية كانت بتتدهور بشكل كبير لدرجة إن كل أصدقائها في الوسط الفني وخارج الوسط الفني كانوا بيطلبوا الدعاء ليها من خلال البوستات اللي كانوا بيرفعوها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن القدر ما طولش عليها، ما خليهاش وقت كتير، ومن أيام نقابة المهن التمثيلية استجابت لطلب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنها تتعالج على حساب النقابة. وقدمت نقابة الممثلين الشكر للشركة المتحدة في بيان أصدره الدكتور أشرف زكي، لكن القدر كان له رأي تاني. السنة اللي فاتت انتشر ليها إفيه ولغاية دلوقتي كان عايش بينا، لما قالت لحناوي قوم بلنا شوية بلح يا راجل، وحناوي بعد كده قال يا ريتني كنت بليته. الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويصبر أهلها وزويها، إنا لله وإنا إليه راجعون.